على فكره مش كاتبه عنوان وخلاص، انتوا زي ما انتوا شفتوا العنوان كده بالظبط. انا نزلت بميه مغليه على شويه دقيق، طلع معاه شويه حركات بقى مش قادره اقول لكم على الحلاوه اللي هتطلع من الحاجات دي. شويه فطاير كده حلو وحادق، وكمان هوريكم الضيف الرهيب اللي جه يساعدني النهارده وعمل معايا شويه فطاير يا جماعه حلوه حلاوه. تعالوا بينا بقى نبدا ونشوف. طبعا انتوا عارفين مدى حبي للعجين بقى هيكون عامل ازاي، خصوصا بقى ان انا النهارده معايا العجان الجديد من زاده، مش قادره اقول لكم ما شاء الله حلو ازاي. طبعا شلت الجزء ده خالص لان ده بيكون مخصص للسوائل، وحطيت الجزء اللي احنا نستخدمه للعجين. وهبدا بقى ان انا انزل بكيلو من الدقيق وربع معلقه صغيره من الملح. وهنا انا حابه اوريكم ازاي كيلو الدقيق قليل قوي في الحله، علشان ما شاء الله الحله دي اصلا 10 لتر، فطبعا مش باين فيها خالص كميه الدقيق. نزلت بميه مغليه كده زي ما انتم شفتوا. اهم حاجه ان هي لازم تكون بتغلي. اول ما اتلمت معايا طبعا ما شاء الله هي اتلمت على طول في العجان بتاعي، نزلت بحوالي 5 أو 6 معالق كبار من الزيت ولميتها مره تانية، وخلاص على كده زي ما انتم شفتوا. خدت العجين بتاعي وبدات ان انا الفه كده على بعض. على فكره ما بيحتاجش عجن خالص، بس لميته كده مرتين 3. خدت جزء من العجين وهبدا ان انا افرده برشه من الدقيق، وبدات ان انا افرده زي ما انتم هتشوفوا كده بالظبط. لو خدتوا بالكم ان انا لغايه دلوقتي ما ريحتش العجين ولا مره، انا جهزت الدقيق ونزلت بميه مغليه وبشتغل على طول. بصوا بقى حلاوه وشكل العجين يا جماعه، مش قادره اقول لكم العجين ده يكون في ايديكم القوام بتاعه عامل ازاي، كانه مرتاح كتير قوي وهو اصلا مش مرتاح خالص. فردت العجين عادي خالص، جبت اي حاجه دائريه قطعتها كده بالشكل. احشيها بقى اي حاجه موجوده عندك. انا حبيت كده ان انا انوع في الحشوات شويه، استخدمت جبنه بالشكل ده كده، جبنه فلامنكا، اي نوع جبنه انت حباه حطيه. بدات ان انا احط على الدواير بتاعتي، والاطراف نثبتها بشوكه او نضغط عليها او نعمل فيها شكل كده ظريف. هوريه لكم دلوقتي ان احنا نلف كده العجين على بعض علشان يعني يدينا شكل ظريف وكده. دي اول حشوه معانا. انا النهارده على فكره استخدمت حشوات بسيطه خالص، اي نوع جبنه زي ما قلت لك براحتك خالص، بس طبعا يفضل ان اي جبن انت بتحشيها في العجين بتاعك ما تكونش فيها سوائل خالص. العجينه دي كمان ممكن ان احنا نحشيها بحشوه حلوه، طبعا مش شرط حادق خالص. على فكره الجبنه دي جبنه شلل. الحشوه دي بقى اللي انتوا شايفينها ده كراميل. عايزه اقول لكم ان الكراميل ده اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في الفيديو لما استخدمنا الخلاط الجديد من زاده وعملنا فيه كمان صاج الكيك. عايزه اقول لكم هو الكراميل ده طلعته من الثلاجه وحشيه لغايه ما الزيت بتاعنا يسخن. خلوني اكلمكم شويه عن العجان الجديد من زاده. ما شاء الله مبدئيا كده الحله بتاعته الساعه بتاعتها 10 لتر، بياخد لغايه 3 كيلو من الدقيق. الضمان بتاعه سنتين. العجان ده يا جماعه على فكره فيه شاشه ديجيتال، وكمان ممكن ان انت تتحكمي بايدك مش شرط الشاشه. عايزه اقول لكم ان هو فيه كذا برنامج لكل كف انت هتحطيه، في برنامج مخصص بالتوقيت بتاعه. ممكن كمان ان انت تظبطي توقيت كل مرحله انت بتعجني فيها وهو لوحده هيفصل. الحاجه بقى اللي لفتت نظري في العجان الجديد بتاعي ده ان التروس بتاعته معدن، وده هيخلي ان فتره عمره اطول. وعايزه اقول لكم كمان ان عليه ضمان سنتين. وخلوني اقول لكم انه ده هيكون هايل في اي عزومات لو انت عامله مشروع مثلا في البيت، شايفه ان ده انسب جهاز ممكن ان هو يكون عندك علشان هينجز معاكي اي كميه دقيق انت هتعمليها. حبيت بس ان انا اقول لكم نبذه بسيطه جدا عن العجان. الفتره دي بقى خلاص الزيت بتاعي بدا ان هو يسخن، خدت الفطاير بتاعتي ونزلت بيها. عايزه اقول لكم مش هتكمل 30 ثانيه. اول ما تاخد اللون الحلو ده على طول اقلبيها على الجهه الثانيه. عايزه اقول لك كمان ان برغم ان انا عملت كميه كبيره قوي، بعد ما تخلصي هتلاقي ان كميه الزيت نقصت حاجه بسيطه قوي. عايزه اقول لكم حقيقي مش بتشرب اي زيت خالص، سهله منجزه، هتدي معاكم كميه كبيره جدا. احشيها اي حاجه. بصوا بقى الحلاوه يا نهار ابيض. عايزه اقول لكم الفطاير دي فعلا فاضيه من جوه، هشه. عارفين انتوا يا جماعه طعم العيش البوري كده؟ هي بالظبط نفس الطعم. لا سيبناها تخمر، لا اتعجنت كتير، ولا اي حوارات. حشيناها بانواع مختلفه من الجبن. صوص الكراميل اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده حشيناه برده بيها. عايزه اقول لكم بقى ان الكميه دي بتطلع عدد رهيب من الفطاير المحشيه دي. فالموضوع يعني انجاز وحلاوه مش قادره اقول لكم. لازم تجربوها علشان عايزه اقول لكم ان هي طعمها حلو وحلاوه وبس كده.